السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الخميس 12 ديسمبر 2024. هنعمل حصاد الأسبوع ونشوف ونعقب على مجموعة الأسهم اللي اتكلمنا عليها خلال الأسبوع اللي فات، ونشوف المستهدفات بتاعتها حققتها ولا لأ. ممكن نبدأ بالاي جي اكس 30. الاي جي اكس 30 كنا اتكلمنا على خلال الأسبوع اللي فات، اللي هو ليه مستهدف حوالين 31,000. هو فعلا وصل ل31,000، كان الهاي بتاعه 31,232، وابتدى يجني من عنده من خط الترند ده. ادي جلسة 9 ديسمبر، وادي جلسة 10 ديسمبر عمل اللو بتاعه، اللو عند 30,614. كنا قلنا اللي هو هنا في خط عرضي، في عنده دعم كسره لتحت في الجلسة دي، وفي الجلسة دي حاول اللي هو يختبره. في جلسة الخميس بتاعت النهاردة عمل هاي 30,879 فوق خط الترند ده، بس قفل تحت منه كلوز 30,795. هنشوف في جلسة الحد هيقدر يشتغل فوق منه ولا هيرجع يجني أرباح. ومازال قلنا مازال الدعم الأساسي عندنا عند 30,000 تلاتات، ما وصلوش. هو شغال في المنطقة دي. ده بالنسبة للاي جي اكس 30. طيب، اتكلمنا على اكت فاينانشال. اكت فاينانشال اتكلمنا عليه هنا اهوت. وصل للمستهدف بتاعه، قلنا عنده مقاومة هنا اهوت عند 3 جنيه و70 قرش. جه في جلسة 8 ديسمبر وصل للمستهدف بتاعه، عداه، عمل 3 جنيه 75 وقفل على 3 جنيه 55 وبيجني من عندها. في جلسة النهاردة عمل له 33 وكلوز 3.33. احنا كنا قلنا الدعم بتاعه عند 3 وربع تقريبا ما وصلوش. وصل يعني فرق 5 قروش عن الدعم بتاعه. ده بالنسبة لأكت فاينانشال. ابن سينا كنا قلنا عنده دعم خط الترند ده عند 3.35. هو ابتدى يكسره في جلسة الأربع. في جلسة الخميس كسره بشمعة واضحة، عمل له 6.18 وكروس 6.23. كسر الدعم بتاعه. ده بالنسبة لابن سينا. أبو قير له امبارح 51 جنيه 85، له النهاردة 51.88. كنا قلنا الدعم بتاعه عند 51.70، ما وصلش برضو للدعم بتاعه، وبيدعم عند نفسه عند 51 جنيه 88 51 جنيه 90. أجواء وصل للهدف بتاعه اللي احنا اتكلمنا عليه من أسبوعين. كنا اتكلمنا على الهدف عند 92 ووصل 95 وبيجني من عندها، وواضح اللي هو لف من 84 جاب 93 تاني. وفي جلسة النهاردة عمل شمعة سلبية، عمل له 87 وكلوز 88. أريبيا انفستمنت كنا اتكلمنا عنه، قلنا اللي هو عنده دعم عند 50 قرش. فعلا لف من 50 قرش وراح خبط في الخط المقاومة القوي ده، كنا راسمينه عند 55 قرش. عمل امبارح 10%، والنهاردة خبط في خط 55 قرش وقفل 54 قرش. كنا نعمله الخط ده بالبلاك عشان يبقى أوضح أكتر. دلالة على إنه خط قوي. في حال اختراقه لينا مستهدف فوق، بس مبدئيا أريبيا مقاومته 55 وصل لها من 50 ل55 10%. سباير كابيتال برضو وصل المقاومة بتاعته وعداها واخترقها، وصل 31 قرش. احنا كنا محددين له 29 قرش و3، اخترقها
وابتدى يجني من عندها. اسمنت سينا كنا اتكلمنا عليه وقلنا اللي هو سلبي، مازال سلبي. اكتر من فيديو اتكلمنا عليه وقلنا اللي هو سلبي، عنده دعم عند ال 32، كسر الدعم ده وعمل له هنا اهوت في جلسة الاربع عند ال 30 قرش، عند 30 جنيه و90 ايه قرش، 30 جنيه و90 قرش. مازال سلبي وبيتحرك عرضي زي ما قلنا. اصول السهم ايجابي، اصول للوساطة السهم ايجابي، قلنا اللي هو بيتحرك عرضي، عرضي مع ايجابية. ما كسرش الدعم بتاعه، دعمه عند ال 72 ما وصلهوش. النهارده اللو بتاعه او خلال الاسبوع ده كله اللو بتاعه عند ال 74، 74 قرش، عرضي ومازال ايجابي. اطلس بيجني ارباحه، اكتوبر فارما عرضي لكن ايجابي، بس الفوليوم بتاعه ضعيف. اكرو مصر وصل للدعم بتاعه في جلسة الاربع ولف من عندها النهاردة، عمل هاي النهاردة 73 جنيه، وصل للدعم هنا عند 67، وبعدين النهاردة عمل 73 جنيه. الاهلي واقف على الدعم بتاعه عند ال 31 جنيه، ما كسرهوش 3 جلسات ما يكسرش ال 31 جنيه. النهارده عمل له 31، كلوز 31 22 قرش. استثمار العقاري العربي إليكو، قلنا عنده مقاومة عند قرب ال 2 جنيه، عند ال 195، قرب منها لكن ما قدرش يتخطاها. الهاي بتاعه النهارده جنيه 93 قرش، وكلوز برضو جنيه 93 قرش، بفوليوم 11 مليون. دي مقاومة. الدعم بتاعه عند ال 178، الدعم الأساسي عند ال 170 قرش. من الوارد اللي هو يمشي في خط العرضي ده الأسبوع الجاي. إسماعيلية مصر للدواجن كسر الدعم بتاعه، عمل له النهاردة 9 جنيه 32، كلوز 9 جنيه 44. الدعم العرضي اللي احنا قلنا عند ال9.5 كسره النهاردة، عنده خط الترند ده يا ريت يوصل له عند ال29، هتبقى نقطة كويسة. الإسماعيلية مصر للدواجن دعمها 29، ممكن حتى نسجلها عشان ما ننساهاش. يبقى دعم الإسماعيلية مصر للدواجن 29 خط الترند، من 29 ل9 وربع. ده بالنسبة للإسماعيلية مصر للدواجن. الأهرام للطباعة وصل للهدف بتاعه قرب 10 جنيه، كنا اتكلمنا عليه قلنا عند خط أو هدف عند 10 جنيه، وقرب منه يعني فرقت حاجة بسيطة عن 20 قرش ولا حاجة عن الهدف بتاعه، وابتدى يجني. ده بالنسبة لوكيا الأهرام للطباعة. دعمه حوالين 8 جنيه، دعمه في 8 جنيه، وارد اللي هو ينزل لل8، تكون الشمعة دي إيجابية بس قد تكون ماكرة، لكن الدعم الأساسي بتاعنا 8 جنيه، دعم الأهرام للطباعة 8 جنيه. البنك المصري لتنمية الصادرات قلنا اللي دعمه 18.5، فعلا وصل له. احنا هنا اهو اتكلمنا عليه قرب 20 جنيه، دعمه 18.5، وصل لدعم 18.5، والنهارده عمل له 18.20، يعني كسر الدعم كمان بس قفل 18.32. الحديد والصلب، الحديد والمناجم، خط الترند ده قلنا الدعم اتكلمنا عليه وقت مقرب من ال64، قلنا 64 دي مقاومة قوية، وصل لها دي مرة ونزل منها، وصل لها كمان مرة وبينزل
عندنا دعم هنا عند ال4 جنيه و20 قرش. النهاردة اللو بتاعه 4 22، يبقى وصل للمستهدف الهبوطي بتاعه. الدولية قلنا عرضي، نقطة ال10 40 شايلاه شوية. النهاردة اللو بتاعه 10 35 وكلوز 10 35 برضه. هنا الدعم 10 38، يعني في حدود أو حوالين 10 40. وصل لإيه؟ للدعم، عشان كانت ال11 جنيه مقاومته، أو حوالين ال11 جنيه مقاومته. الدلتا للسكر كسر الدعم الهام بتاعه عند 28 ونص، 58 ونص سوري. عنده هدف حوالين 52، لسه ما وصلهوش. ان شاء الله في الجلسات القادمة هنشوفه، يعني ان شاء الله يعني ب52. الزيوت بعد ما وصل للمستهدف بتاعه حوالين ال4 جنيه ابتدى يجني. قلنا دعمه اللي هو الخط ده هنا عند ال3 65، اللي هي كان نزل منها قبل كده 3 64. النهارده اللو بتاعه زيوت المستخلصة اللو 3 67، كلوز 3 68، طبعا بفوليوم عالي جدا. 6 أكتوبر برضو وصل للهدف بتاعه، عداه. كنا قلنا عنده أول هدف عند ال64، وصل في جلستين جاب 66 أو قرب 67 كمان، وابتدى يجري. النهاردة قافل أهو اللو 64، اللي هو يعتبر كان هدف قبل كده. اللو بتاعه 64 وربع. الشمس اخترق القناة دي، ووصل قرب الهدف، قرب ما وصلش قوي يعني لحد ال7 جنيه. كان عمل هاي 6 70 وبينزل منها بيجني، محافظ على الدعم بتاعه عند ال6 ونص. قلنا دعم الخزف عند ال11 جنيه، واقف في ال11 جنيه. من الأسهم برضو اللي حققت مستهدفاتها أو قربت منها، العربية الحريق الأقطان. كنا قلنا عنده مستهدف قرب ال9 جنيه، من 67 وصل 78، فرق 30 قرش على المستهدف بتاعه، وجانا من عنده. وبرضه راح عمل برضه ايه، قرب منه تانية، عمل ريتيست عليه تاني. العربية الأسمنت لسه ما وصلش المستهدف بتاعه عند 17 جنيه، بس النهاردة شمعت النهاردة إيجابية. الفرار للمقاولات بيحارب اللي هو يبقى أو يفضل فوق 3 جنيه و5 قروش. عمل النهاردة 92 ورجع قفل فوق عند 3 9. من الأسهم برضو الجميلة اللي اتكلمنا عليها القاهرة الإسكان. القاهرة الإسكان وصل لقرب المستهدف بتاعه عند 80 أو 72 النهاردة، في أو جلسة في جلسة 9 ديسمبر. عمل هاي 2 69 وكلوز 2 39. دعمه الجاي بقى إن شاء الله نشوف الأسبوع الجاي عند 2 18 وال2 7.
مطورون العرب كنا قلنا دعمه 33، وصل لحد 32.7 ولف من عندها. قلنا عنده مقاومة بين ال35، النهاردة وصل ل34.4